لسه مخلص شغل وجعان وانا مروح قمت جايب لي حوالي ربع كيلو فراخ ومقطعهم شرايح متوسطه، يعني بلاش تكون كبيره ولا صغيره عشان كلهم يستووا سوا واحد. وعلى جنب قمت مقطع لي شويه بصل وشويه فلفل الوان اصفر واحمر، ولو انت عندك فلفل اخضر ممكن تستخدمه، بلاش نعقد الامور على بعض، او انت ممكن ما تستخدمش فلفل خالص اللي انت عايزه. وفي اي بول عندنا نقوم نازلين بالفراخ بتاعتنا مع رشه ملح ورشه كمون ورشه كزبره وشويه فلفل اسمر وشويه بابريكا وشويه شطه وشويه زعتر ورشه سكر كده وفص ثوم وشويه زيت زيتون ورشه خل في الاخر، ونقوم مكسين كل حاجه مع بعض. في اي طاسه هنقوم نازلين بمعلقه زبده وهندي تشويح للفراخ بتاعتنا يا دوب بس تغير لونها، هنقوم شايلينها على جنب. وفي نفس الطاسه هنقوم نازلين بمعلقه زبده كمان وهندي تشويحه للبصل والفلفل لحد ما يتغير لونهم. هنقوم نازلين بشويه البهارات اللي احنا حطيناها على الفراخ، واول ما الفلفل والبصل لونهم يتغير كده ويتبلوا هنقوم راجعين بالفراخ بتاعتنا ونمكس كل حاجه مع بعض. واول ما كل حاجه تستوي معانا هنقوم جايبين شرايح جبنه، ممكن تستخدم جبنه تركي، انا عن نفسي استخدمت جبنه شيدر بيضه وقمت مغطيها 5 دقايق لحد ما الجبنه تسيح. انت بقى ممكن تستخدم عيش فينا او عيش كايزر، انا عن نفسي عند فتح الله لقيت العيش الفرنساوي اللي اسمه الباجيت ده الطويل. وحان وقت ان احنا نحط الشاورما بتاعتنا او الفاهيتا جوه العيش. وبص نصيحه مني ليك، لو انت عايز تستخدمها دايت ممكن تقلل كميه الزبده او الزيوت اللي موجوده فيها، وبس كده زي ما انتم عارفين الهوا على العظم.